خلينا نشوف وزن الكباب والكفته دول بعد الشوي هيبقى قد ايه. ده كباب وكفته وريش من مطعم الوهيبي. طلبت نص كباب وكفته بس من غير كبده عشان ماليش في الكبده قوي. بيجي معاه 2 طحينه وطبق فيه طماطم وخيار وشويه مخلل. للاسف بص الطماطم عامله ازاي، طماطم ضربه كده مفحرها يعني ما تطلعهاش كده للزباين يعني. جاي معاهم 4 عيش. المهم ده شكل النص كيلو بيجي في العلبه دي. خلينا نوزنهم ونشوف. نصفر الميزان الاول. ودي قطعه دهن صافي ما فيهاش اي لحمه خالص، وقطعه كبيره كمان. في الاخر وزنهم 362 جرام. المفروض اي مطعم كبابجي المفروض بيوزن اللحمه قبل الشوي، يعني المفروض النص كيلو ده اللي هو يبقى 500 جرام قبل الشوي. بعد الشوي طالع 362. وطبيعي الوزن بيقل بعد الشوي، بس انا معرفش النسبه المفروض تبقى في حدود كام بعد الشوي، بس اعتقد النسبه دي معقوله يعني. نروح للريش. ده ربع كيلو ريش معاه طحينه وطبق سلطه ومخلل. هنا الطماطم كويسه. بيجي معاه رغيفين عيش كمان. دي الريش 3 قطع بدون عظم، وزنهم 155 جرام تقريبا. يمكن عشان من غير العظم اعتقد برضو كده الوزن شغال. قولوا لنا انتوا في التعليقات تحت المفروض الوزن يبقى قد ايه. نروح للطعم بقى. الكباب والكفته والريش كلهم تحفه. الكباب والريش لحمتهم طريه جدا. الوهيبي بالنسبه لي من افضل مطاعم الكباب والكفته في بورسعيد، او هو لغايه دلوقتي يعتبر افضلهم من كل المطاعم اللي جربتها. ومش مشكله الطماطم المره دي نعديها، وهي مش هتقلل من جوده الاكل الاساسي، لكن يفضل مطعم كبير زي الوهيبي ياخد باله من الحاجات دي. ودي قائمه الاسعار او الريش عشان لو مش مكتوبه في المنيو. فالربع الريش ده ب 215 جنيه، يعني الكيلو هيبقى 860 جنيه. سلام.